من ملعب ابو سمره مهلبيه الكره المصريه، احلى تحيه واحلى سلام. قبل ماتش الاهلي وصن داونز سمعنا اخبار كتير خالص على كل القنوات على حديث وترند الكره المصريه، اللاعب كهربا والغرامه اللي توقعت عليه. كل الاخبار وكل التسريبات طلعت ان هي بقت 8 مباريات ايقاف للاعب. انا بقول لكم الغرامه دي هتنزل وهتبقى 4 ماتشات، ومن زمان خالص، والغرامه متفقين عليها ان هي بقت 4 مباريات على كهربا بسبب الفيديو اللي طلع فيه مع جماهير الاهلي بعد ماتش الاهلي والزمالك، وطلع هتف مع الجماهير. ليه الغرامه طلعت في الوقت ده قبل ماتش الاهلي وصن داونز؟ في الحقيقه هو ملوش علاقه بالاهلي وصن داونز قد ما ليه علاقه بان في غرامه نزلت على الزمالك بسبب اللاعب خالد بوطيب. خالد بوطيب اللي كان بيطلع ويروح كل الانديه فري الا نادي الزمالك طلع بفلوس. الزمالك عمل نفس اللي اللاعب كهربا عمله مع الزمالك عمله مع خالد بوطيب، ان هو فسخ العقد من طرف واحد، والمحكمة الدولية كاس عملت غرامة على الزمالك 2 مليون دولار و700 ألف، ودي غرامة كبيرة خالص بالإضافة ل 5% فوايد، والزمالك لا حول له ولا قوة، مش معاه أي فلوس. وعشان كده الزمالك بيحاول يتوصل مع اتفاق مع كهربا ان هو يدفع الفلوس على اقساط، في الوقت اللي كهربا موافق جدا على الموضوع ده وعايز يدفع على مدار عام، والزمالك مستعجل وعايزها تتعمل على قسطين، شهر 4 وفي شهر 7. في الغالب في ناس مسؤولين كبار خالص في الدولة توصلوا للاتفاق ده وهيعلن عنه الفترة اللي جاية. ليه غرامة كهربا في الطريق للحل؟ علشان قرار مرضي لجميع الاطراف. الزمالك هياخد فلوس عشان خاطر غرامة بوطيب، والاهلي هيعمل محاولة لارضاء جماهيره بعد الخروج المحتمل من افريقيا، ربنا يسترها، بس المؤشرات مش حلوة. وغرامة كهربا اللاعب المتفوق المتألق، انا بالنسبة لي كهربا افضل من اي لاعب اجنبي موجود في الدوري المصري. مش عايزين ننسى ان ضربة الاهلي للزمالك في موضوع كهربا كانت رد اعتبار عن موضوع عبد الله السعيد، وفعلا كانت ضربة موفقة جدا، لان كهربا وهو في الزمالك كان هو افضل جناح في الدوري، وكان عامل مستويات خرافية خالص مع الزمالك، وهو اللي قاده الكونفدرالية، وكان عامل نتائج كويسة خالص مع الزمالك، لدرجة ان مرتضى منصور كان بيطلب من اتحاد جدة ان هو لو هيبيع اللاعب ليه هيبيعه ب10 مليون دولار. كهربا كان عامل ارقام كبيرة خالص، وانا واثق ان مع الاهلي هيعمل ارقام اكبر واعظم من كده بكتير خالص. كهربا محتاج بس كنترول، محتاج بس دكتور نفسي يحاول يظبط اللاعب ويحاول يقود اللاعب ان هو يخلي اهتمامه جوه الملعب بس، لان جماهير الزمالك مش هتسيبه نفسيا تماما. كان معكم ابو سمره من داخل مهلبيه الكره المصريه. ما تنسوناش في الدعم والمتابعه والسبسكرايب. شكرا.